ركز بقى كده، هو ظهور دعوة الايه؟ دعوة الزهد. احنا عارفين يا شباب ان الزهد ظهر كحركة مضادة للدعوات الدينية الغريبة اللي ظهرت وحركة المجون والايه؟ والزندقة. تاني يا شباب، حركة الزهد جت حركة مضادة لحركة المجون والزندقة. يعني ايه مجون والزندقة؟ معناها التحلل الخلقي والديني، يعني ناس ما عندهاش ولا دين ولا اخلاق. تمام كده؟ طيب يبقى هنا بيقول لي ظهرت الدعوة دي فامتلأت مساجد بغداد بالزهاد والوعاظ ونشط الدعوة. ده راجع لايه؟ مواجهة الحركات الدينية الغريبة؟ لا. الاقتباس من الحضارة او الثقافة الفارسية؟ لا. عطايا الخلفاء للزهاد ما كانش بيحصل، الناس دي زاهدة اصلا في الدنيا، هتحتاج ايه؟ شدة الاهتمام بالمساجد وعمرانها؟ لا. امال ايه بقى في كل ده؟ اما احنا عملناهم كلهم غلط. هو المفروض هنا هيقول لي ان دي حركة المجون والزندقة، خلاص كده، ودي حركة هي مش حركة دينية. يبقى انا كده انا بتكلم على ايه؟ لا دي مش غلط، دي كده مش ايه؟ مش غلط. فهو حركة دينية، هي مش حركة دينية. المجون والزندقة هي تحلل خلقي وديني. فأنا بالنسبة لي من ضمن الاختيارات دي الإجابة الصحيحة هتكون الإجابة ألف، هي دي اللي صح.